ايه الاخبار؟ فاكر يا صاحبي البنت اللي كنت بتروح تستناها قدام المدرسه بتاعتها وتبقى ملهوف علشان تشوفها؟ طب لما كنت تتفقوا انكم تطلعوا مع بعض المدرسه او في يوم وسط الاسبوع ما تخليش حد يشوفكم، طب فاكر الايام اللي انت كنت بتشتغلها علشان تقدر تجيب لها هديه حلوه علشان تبان قد ايه انت مهتم بيها او علشان تبان قد ايه انت واد روش؟ طيب فاكر الكلام الحلو اللي انتوا كنتوا بتقعدوا تقولوا لبعض في التليفون بالساعات؟ تقعدوا يجي 4 5 ساعات تتكلموا مع بعض. السؤال بقى، هل كملتوا رحلتكم مع بعض للاخر ولا لا؟ وقدرت انكم تتجمعوا مع بعض وتقضوا بعد قصه كفاح وحب انكم تتجمعوا وتكونوا تحت سقف بيت واحد؟ السؤال الثاني بقى، اخبار علاقتكم الزوجيه بعد الحب اللي انتوا عشتوه مع بعض دوت؟ هل انتوا عايشين في وسط الحب دوت او في العلاقه الزوجيه ديت عايشين في سلام وتناغم وحب، ولا طول اليوم خناقات؟ لحد ما الانترو بتاع القناه يعدي حاول انك تجاوب على السؤالين دول. يلا بينا. بص يا صاحبي، الفيديو ده بالاخص للشباب اللي هم في سن المراهقه، اللي كل حلمهم وهدفهم ان هم يعلقوا بنت، يعني يعملوا علاقه عاطفيه مع بعض، سواء كان واد يعمل علاقه عاطفيه مع بنت او العكس، البنت اللي هتبقى حلم حياتها انها ترتبط بفلان لان هو حلو او غني او فرفوش وهكذا. فانا عايز اقول لكم ان الكلام اللي هيتقال بالفيديو ده هيفيدكم جدا جدا جدا. فاول سؤال وهنجاوب عليه، الحب هو احنا ليه بنحب اصلا؟ الحب هو احتياج عند اي حد فينا، كلنا بيكون عندنا شعور بالاحتياج ان احنا محتاجين نحب ونتحب. فالحب هو شعور بالانجذاب والاعجاب ناحيه شخص او شيء ما، واحنا بنبص للحب على ان هو كيمياء متبادله ما بين اتنين. وفي جسم اي انسان مننا هتلاقي فيه هرمون كده اسمه هرمون الاوكسيتوسين، وده المعروف بهرمون المحبين. ده تلاقي الجسم يبدا يفرز اول من الاثنين الحبيبه والعشاق ان هم يتقابلوا، اول ما يتقابلوا كده الجسم يبدا يفرز الهرمون ده، وده هرمون بيحسسك بالسعادة. فالواحد بيبقى عاوز يشعر بالسعادة من خلال الهرمون دوت، فيروح يقابل البنت بتاعته علشان يتبسط معاها لوقت معين. ومع الوقت تلاقي الشاب أو البنت عاوز يزود الهرمون ده أو عاوز يزود جرعة السعادة عنده، فيبدأ إن هو يقابل البنت كتير. فتلاقي حياة الناس الحبيبة بتتعطل كتير بسبب المقابلات اللي هي بتحصل ما بينهم، وتقدر تقول كده إن هي مقابلات على الفاضية والمليان. فتلاقي إن الواد بيسيب الشغل بتاعه والبنت بتتهرب من المدرسة بتاعتها وتفشل في الدراسة. فالحب بدل ما يكون سبب نجاح بتلاقي ان هو اصبح سبب للفشل. طيب حلو، لما هو الحب احتياج والحب حلو، ليه بيفشل في الحياة الزوجية؟ بص يا عم، كل واحد من الاتنين بيكونوا تعبانين جدا في علاقتهم مع بعض، وكل واحد بيبقى عاوز يبين للتاني قد ايه هو بيحبه وقد ايه هو مغرم بيه وهم لسه مرتبطين مع بعض. واول ما يبداوا بقى ان هم يكونوا علاقه زوجيه او علاقه في الاسريه ديت، كل واحد بقى يقعد انا مستني البنت او شريكه حياتي ديت اللي هي مراتي تقدم لي ثمار الحب اللي انا كنت بحبه لها، والبنت تقعد مستنيه جوزها يشوف او تشوف الثمر بتاع الحب اللي هو قدمته. فكل الاتنين مستنيين واحد يقدم للتاني، او بالمختصر كده مستنيين يجنوا ثمار الحب واللفلفه اللي هما كانوا عايشين فيها. فيعني الواد بيبقى بيموت في البنت وبيديها مشاعر وعواطف، والبنت بتبذل مجهود في الحب ده ان هي تدلع على الواد وتقول له كلام حلو واحاسيس ورومانسيه. فالاتنين وقت الحب بيبذل مجهود كتير جدا علشان الحب يستمر، واول ما يتجوزوا كل واحد فيهم بقى يكون مستني يشوف نتيجه تعب الفتره اللي فاتت ديت، وعاوز يحصد الثمر بتاع التعب والمجهود اللي هو كان بيبذله وهم مرتبطين. فما بيكونش عنده جهد ان هو يبذل بعد الزواج اي مجهود تاني علشان الحياه تستمر في نفس المستوى بتاع الفتره الاولى لما كانوا مرتبطين مع بعض. الفتره الاولى هي فتره الحب والغرام اللي هم كانوا فيه، فتلاقيهم طول الوقت خناقات مع بعض، وانت مش مهتميه بيا وانت ما بقتش بتحبني زي الاول. يا جماعه فين اللبلبه بتاع الزمان؟ فين العشق والغرام؟ ما تلاقوهوش بعد الزواج. طيب وهو ايه الحل؟ الحل هو انك تبدا تفكر بالعقل وبالقلب وتسال نفسك سؤال، هل ده وقت مناسب ان ارتبط فيه ولا لا؟ شفت بنت وعجبتني، روح يا باشا تقدم لها واخطبها، وقد فتره الخطوبه دي تعرف على شخصيات بعض وافهم شخصيتها وهي تفهم شخصيتك. ولو لقيت انكم متوافقين مع بعض ومتفاهمين يبقى قشطه تكملوا مع بعض عادي، ولو حسيت انكم مش متوافقين مع بعض يبقى ستوب وانفصلوا عن بعض في فتره الخطوبه قبل ما تتجوز وتكملوا حياتكم على نكد. فعلشان مش قادرين تفهموا بعض وبعد ما تعرف شخصيتها كويس تتجوز
وتكملوا حياتكم نكد علشان مش قادرين تفهموا بعض. وبعد ما تعرف شخصيتك كويس وانت تعرف شخصيته كويس، اسأل واسأل نفسك السؤال ده: هل تقدر تتعايش مع الشخصية ديت وتتحمل عيوبها قبل مميزاتها ولا لا؟ غير كده يبقى اي حب واي حاجة بتتعمل هي حاجة مزيفة او علاقة مزيفة. فانا خلصت كلامي. لو حسيت ان الكلام اللي انا كنت بقوله دوت مهم ومفيد، شجعنا بلايك واشترك في القناة، ولو عملت شير هتساعدنا جدا ان احنا ننتشر بصورة اوسع وننشر الوعي والسلام والفهم المظبوط عن الارتباط والعلاقات. سلام.